السلام عليكم، صباح الخير. أنا بس أسد الباب لأن الدنيا هوا، فتضرب الباب. اليوم الدنيا هوا، شوف الشمس. طبعا هو المفروض البارحة قالوا راح تحر الدنيا، هي صحيح اوكي حارة، يعني مو باردة فد نوب، بس الهوا بارد. هذا الساعة ب8:30 هسه الصبح. هاي الدنيا هوا، سبحان الله. سبحان الله. حلو الجو صراحة. زاد الهوا. يا الله، اللهم ارزقنا خيرا يا رب العالمين، وارزق المؤمنين والمؤمنات يا الله. اللهم ارزق الناس يا الله من الخير. طبعا اكو شغلة، احد الاشخاص او حتى يعني بعض التعليقات او حتى اشياء، يعني اشخاص قريبين يقولوا لي انت فاشل وكذا. فاني يا جماعة الخير، اني من قاعد بالبيت خلال هاي الفترة، وحتى راح يجي شهر رمضان يعني مبارك، اني ما قعدت اول مرة. اني اول مرة يمكن راسلت حوالي 50 عيادة على مود اصير بيها مساعد اسنان، بكوني يعني خريج طب اسنان. اللي ما داخل بالتخصص الطبي عباله انه اني لازم اشتغل مباشرة طبيب اسنان، لا ما يصير انسجن اذا اشتغل مباشرة طبيب اسنان الا اتعين. الدولة ما دا تعيين، فيعني انت مجبور يا اما تشتغل مساعد يا اما تشتغل غير شي. اني حاولت اشتغل مساعد طبيب اسنان، راسلت 50 عيادة تقريبا، ما يقبلون. واحد المراسلات اللي يقولوا لي مقابلة، ما اني مالتي شوية الانستا او الهاي ما حاط بيهن صور، فما يدرون ولد او بنية. فقلت له اني ولد، قال لي الحمد لله. قلت لي على مود لا تعذب نفسك وتيجي، لان احنا نريد بس فقط بنات، فقط فيميل اللي هي بنات. فرحت قلت ما تفيد هاي مال اني قاعد بالبيت وراسل بالناس، خلي اروح افتر، ملكة الرزق يجي. افتريت 44 عيادة على مود اصير بيها مساعد اسنان، 44 عيادة تقريبا، من الخالص هي ديالة، من الخالص لبعقوبة للتحرير، يعني طول بعرض المحافظة، طول بعرض. شكو عيادة أنا بالسوق، بالسوق الخالص، سوق البعقوبة، سوق تحرير، سوق ما أعرف منو، أنا انطبيت له كلهم. اكتب رقمك، سجل اسمك. واكو بعضهم حتى بس يدري بيك انت تدور شغل، حتى للعيادة ما يطببك. اول مرة عباله مريض جاي،
اوكي يرحب بيك، بعدين من تقول له اريد اشتغل حتى ما يطببك للعيادة ولا يخلي الدكتور حتى يشوفك، خصوصا المساعدين، على مود يعني في سبيل لا تاخذ مكانه لا تاخذ شيته. عموما انا اعوفهم هذول لان انا خطية يعني. هو مساعد وقوة مدبر شغل وهاي، واحتمال عنده اطفال، احتمال عنده فد شيء، انا اعوفه صراحة، اعوف هاي العيادة اللي بيها هيك، وحتى لا اداوم بيها اصلا احصير مضايقات وكذا، فاعوفها اني هاي العيادة. 44 عيادة ما قبلتني كمساعد، فقط سجل اسمك ورقمك وروح، وحتى دباوع عليهم من يسجلون الرقم يسجلوه غلط هيجي تمثيل قدامك، دباوع عليهم اني يعني مو غشيم يعني حتى. فالمهم قلت اني واللي راتب اللي اني قابل بيهم 150,000، قلت هم انا داوم وهم انا اشوف وهاي، يعني تعرفون اني كخريج هم انا اشوف شلون يحشون، شلون يسوون، شلون اكو شغلات ادفانس هم انا اتعلمها. قلت اوكي خلي 150 على قد الكروة. ما فاد، ما حد قبلني ابدا كمساعد، ما يقبلون الولد. رحت افتريت 44 عيادة نفسها النوب مرت اللخ، افتريتهم في سبيل فقط اشاهد، يعني بجانا بس واقف ومشاهدة، واحتمال اقدر اساعد، يعني بس يطلب من عندي شيء انا اسوي له، يعني حالي المساعد، بس شنو بلاش. في الهوا صار قوي. فما قبل ولا واحد سوى فقط عيادتين. عيادة لحيت عليه قلت له رحمة والديك، هاي يعني ما حد قبلني لا عيادة ولا، وهاي العيادة مالته هذا الشخص اصلا ما يجوا ناس قليل، يعني لما رحت اني قال لي يومين بالاسبوع الك يلا تقدر تجي. رحت يومين بالاسبوع، يوم الاول جو 3 مرضى، ويوم الثاني ما جا ولا مريض إلى للعيادة، يعني انت تروح تقعد كل شي ماكو. يعني ما قدرت، لان تعرف انت من 3 مدري ايش قد ل7 مدري 8 انت كل شي ماكو، فقط صافن يعني، وتفكير وقهر قبلني ابو عيادة اللاخ الله ينطيه الصحة والعافية، اللي هو بمركز المحافظة. هذول يعني يجوهم هواية، واحد يحكيها لله يعني ابد ما تفرغ العيادة مالتهم، بس لما تروح الكروة تقريبا تكلفك 5 أو 6,000 دينار. ما قدرت اروح غير مرة واحدة، وشفت انه انا صرفت فلوس، يعني صرفت تقريبا 6,000 ورجعت. ما قدرت، لان ما اقدر اصرف يعني في شهر كامل اصرف لك اذب لك 25,000 يعني في سبيل فقط هيك والله دباوع، ما اقدر. يعني لو قريبة علي، اللي قبل قريبة علي ما اقدر، ما عنده مرضى، واللي بعيد علي همين. وتعرفون انت شلون الفلس، 6,000 دينار هاي يومية شخص، يعني هاي يومية واحد يشتغل، يعني مو بالهينة، وانت تدفعها ببلاش وانت كل شي ماكو. هاي دا شوف شلون حشوة ما اعرف شنو. فبطلت. فقلت اني سألت ولد وياي، قلت لهم يابا شلون تشتغلون؟ قال لي واحد والله دا اشتغل فيلم ما الصمون، واحد قال لي دا اشتغل محاسب، واحد قال لي ما اعرف شو اشتغل. قال لا تروح للاسنان، يعني لا تصير مساعد اسنان ما اعرف شنو، هذا بس للبنات وما راح يشغلوك، هم ما راح تلقي. فقررت انه اني اشتغل بغير الاسنان، وهنا جتي الطامة الكبرى. سوق متروس ترس من الناس اللي هم يريدون بس يشتغلون، خريجين على ما دارسين على ما، يعني كومة ناس فقط يريدون يشتغلون، بالمئات بالآلاف. حصلت على شغل اللي هو تشيل هذا سبالت، وتشيل سخانات، وتشيل صوبات وتنانير هاي الغازية مال الغاز وتشيل غسالات، تشيلهن وهاي. ويجي كل مرة تظل تقول لك اريد هاي،
وانت حاطين فوق واحدة فوق الاخر، لازم شو تسوي؟ لازم تنزلها وتشوف لهم اياه. بعدين وراها من يتخذون القرار على شيء معين، جهاز معين، لازم انت اكو مخزن، مو هنا بالمحل، لا اكو مخزن تروح عليه. اوكي هو قريب، وتاخذ نفس المواصفات. واذا ما تاخذ نفس المواصفات اللي هو ابو الستوته راح يجي، ابو الستوته ياخذ 10 تقريبا قد من عندهم 5، يعني يوميته كامله. فمن يجي اذا سويت له غلط ترى انت تتحمل المسؤوليه. اذا اعطيتها غير نوعيه، غير حجم، غير هان. باوعيت الشغل، قلت له الشغل كم ساعه؟ قال لي تيجي الساعه 8:30 الصبح، يعني انت ب8 يعني موجود 8:30 نفتح، يعني تطلع الغراض كلها هاي، وياك عامل طبعا، وياي عامل، ولان غراض ثقيله. والساعة ب12:30 يجي لما يأذن 12:30 انت تروح ترجع للبيت، إلك يمكن تقريبا ساعتين او ساعة لحد الساعة بالسنتين انت ترجع النوم، لحد الساعة 7 يجي 7:30 بالليل. باوعيت قلت له ايش قد الراتب؟ قال لي 300 بالشهر، يعني تقريبا يوميتي 10,000. باواعد قلت انا ما مجبور هسه اشتغل، ما اقدر هسه اشتغل، وصراحة الراتب كلش قليل فالدوب، والشغل 12 ساعة باليوم باعتبار شفتين يعني هي، فيعني براتب كلش قليل. يعني الساعة اللي انت تشتغلها يمكن تقريبا 750 دينار او 500 دينار يعني. اوكي هو مو شغل مثل عمالة فالنوب صعب، بس يعني شوية بيه انه تقعد يعني بالسوق وكذا، والناس تشوفك وهاي، واكو معارف هم تستحي، حتى يعني مو سالفة مضمومة، يعني مثلا ابو مكتب ابو شيء. فبطلت من الشغل. وبعد وراها ما لقيت اي شغل ولا ابد ولا اي شيء. وظل قاعد بالبيت. اني ما ردت ذاك الشغل من شلون اقول، اني من حريتي انه اني ارفض هذا الشغل، ما يناسبني. فالناس تقول عليه فاشل، ما ادري شنو، قاعد بالبيت ما اعرف شنو. هاي امور عشان تسوي، لازم واحد يتحمل. الشغلة اللوخ انه اكو ناس مثلا بالتعليقات خلي بعدين هسه عقد بلكت بعد سنتين عقد 50,000 بلكت يعينوكم بي. يعني انت من تحكي هيك وباو عليه هو شخص متعين، او انت لو ما معينتك الدولة تقدر تشتغل، يعني خاطر الكعبة فتعيب على غيرك حرام عليك. او وحدة حكت وهي طالبة يمكن ماجستير تقنيات ما اعرف شنو، انت حتى التعيين ما محصلته، يعني انت طالبة ماجستير، وانا اتوقع انه هم لين ماكو تعيين يروحوا مباشرة ماجستير وكذا، انت تعيين ما محصلة يعني. فيعني واحد يعيب على الاخ ما ادري شنو، يعني اللي متعين يعيب على ما متعين، مع العلم هم نفس الشيء. يعني هسه مثلا اللي يعيب علي هو دارس كل يوم 4 سنين، يعني انا دارس كل يوم 5 سنوات، بالاضافة الى المعدل، بالاضافة الى الفلوس اللي دبيتن على الكلية الاهلية اللي انا بيها. فيجيك هو متعين مثلا تربية او فد شيء او يجي يعيب على شخص ما متعين، وهو هذا الشخص مميزاته اكثر من عنده، بس هو الله سبحانه وتعالى الحظ يعني، والله سبحانه وتعالى ما قدر له، لسه ما فاتح عليه باب الرزق. منطي نعم هواية اللي هي الصحة والهاي، بس ما فاتح عليه باب الرزق. فيجي انت تجي هاي انت اللي الله موفقك ومن شنو، اصلا مو انت اللي مسوي اي شيء، يعني انت الله موفقك وهاي ومنطيك ومعينك، تجي تعيب على شخص ما متعين، يعني عجيب.
او تجد الشخص انت ما متعين او شيء او هاي، او حتى اذا يعني عندك شغل خارجي يعني مثلا وانت متوفق بالشغل الخارجي، تجي تعيب على شخص لربما انه ما يقدر يفكر او ما الله سبحانه وتعالى يعني ما ينطيه هاي الفكرة انه يسوي فد مشروع، يسوي فد شيء، او ما عنده القدرة الامكانية على بداية مشروع، فانت تجي تعيب عليه. هاي اليوم قلت لكم اياها. ولا تعيبون على شخص اقل من عندكم، يعني الشخص اللي اقل من عندكم راح يتضرر نفسيا. اوكي، هو ممكن انه يحكي عليك، ممكن انه ما يحكي عليك، ما يرد عليك، بس هو بداخله بالعقل الباطن مالته تأذى نفسيا، وهو يعني عنده نظرة مختلفة للحياة تختلف عن نظرتك. فهاي الامور يعني. والسلام عليكم، الله يوفقكم ان شاء الله، يعني يصلح بالكم.